النهارده عن الصوف، بس هحكي لكم حاجه طريفه جدا جدا عن حوار الصوف ده. مبدئيا لو جيتوا قريتوا معايا هنا هتعرفوا ان المناطق الصعبه زي البدو والعرب بيحبوا دايما الصوف. طبعا عارفينه من زمان جدا. اول مره عملت فيها هايك وانا صغيره خالص كان دليل قال لنا اول طبقه تلبسوها ملاصقه لجسمكم تبقى صوف، وبعد كده البسوا قطنيات زي ما انتوا عايزين. ما كنتش عارفة ليه، بس لو قرينا هنا هتعرف ان انت لو في رطوبة في الجو الصوف بيمتصها عادي جدا زي كل الأنسجة بتاعة الأقمشة التانية، بس ما بيوصلهاش لجسمك. بيفضل محتفظ جسمك ان هو ناشف ودافي مهما كانت درجة الحرارة ومهما كانت درجة البرودة، يعني الرطوبة بتاعة الجو. طبعا يعني بنسب، بس بيفضل برضو محسسك ان انت حاسس بالدفء.